أعزائي المشاهدين، يسرنا نلتقي بمساعدة محافظة الدواد من الأستاذ محمد بن سعود الهلال. في البداية سعادة المحافظ نهنئكم بنجاح هذا المهرجان والافتتاح تحت شعار الحمد لله على سلامة سلمان الوفاء. شكرا جزيلا. وفي البداية أود أن أرحب بالجميع. واليوم شهدنا انطلاقة مهرجان خليفة الدواد لهذا العام، وما شاهدناه بالحقيقة أثلج صدورنا ما شاء الله بالنسبة للفعاليات وتعددها وتنوعها. وطبعا من النجاحات السابقة لهذا المهرجان ما هو هذا إلا امتداد لهذه النجاحات السابقة. والحقيقة قد راهنا على الحضور، وما شاء الله يعني كان الحضور جيد، وشفنا تفاعل أبناء المحافظة سواء من داخل المحافظة أو من المراكز التابعة لها، ومشاركتهم وحضورهم لهذه الفعاليات التي تلبي حاجة كل شرائح المجتمع من ثقافية واجتماعية وصحية وفنية. وهذا العام تم التركيز على ترفيه الطفل ومساهمة الجميع من دوائر حكومية وقطاع خاص. طبعا هذه فرصة لهذه المحافظة وابنائها بأن يجدوا ما يقضوا فيه وقتهم، والالتقاء العائلات والتقاء المواطنين في جو الحمد لله أخوي، في ترفيه بريء. وشاهدنا الحمد لله النجاحات السابقة لاحتفالات عيد الفطر المبارك واحتفالات اليوم الوطني، واللي بالحقيقة يعني كان الحضور فوق المتوقع وفي جميع الاحتفالات. وهذا طبعا إذا ما نظرنا إلى فقط شريحة الطلاب والطالبات، ورأينا أن هذه المحافظة فقط في داخل المدينة يوجد حوالي 35 مدرسة ابتدائي بنين وبنات، و24 متوسطة بنين وبنات، و19 ثانوية بنين وبنات، و8 كليات و3 معاهد و5 روضات. فهذا العدد الكبير من دور التعليم فرصة لأبنائنا الطلاب والطالبات بأن يحضروا لهذا المهرجان، وشاهدناهم اليوم بالحقيقة في فعاليات مختلفة. ونطمح إن شاء الله أن يتم هذا النجاح إلى آخر يوم في المهرجان. وهذا المهرجان أثبت نجاحه منذ انطلاقته الأولى، وبتشريف من سمو سيدي الأمير سلطان بن سلمان حفظه الله. وبالحقيقة كل ما يوجد في هذه المحافظة من تطور ونماء ما هو إلا نتيجة متابعة سمو سيدي الأمير سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي نائب الأمير سلطان بن عبد العزيز. والحمد لله يعني الاحتفالات إن شاء الله من عام إلى عام تتطور وتزداد وتتنوع في الفعاليات، وأرجو الجميع إن شاء الله قضاء وقت ممتع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.